السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين ومتابعات قناة يوميات ربة بيت. يا رب تكونوا بخير وين ما كنتوا. طبعا فكرة اليوم أول مرة أفكر بيها بصراحة. هي كان أبويا الله يرحمه يقول لي إياها بس عمري ما جربتها، فاليوم هاي أول تجربة إلي، اللي هي إنه أجيب شي ما أريده وأفصل عليه، أقصه يعني أرجعه للقطع الأولية مالته. هسه هنا أنا عندي هاي دشداشة اشتريتها قبل سنة أو سنتين، بس ويا كل غسلة تصغر شوية، ويا كل غسلة تصغر شوية، فلحد ما صارت كلش صغيرة عليه ما أقدر ألبسها. فقررت والقرار صعب إني يعني أفتقها تمام، وآخذ الفصال الأصلي مالتها وأني أسوي عليه تعديلات، يعني اللي صغير أكبره وأباوع شلون الفصال متخيط. أحاول قدر الإمكان شلون ما تريد تطلع أخليها تطلع. المهم إني أتعلم خياطة، لأن أني بنفسي أتعلم خياطة ملابس بنفسي، يعني هاي من الأمنيات اللي عندي إياها. عندي هنا أنا طبعا هذا القماش تقريبا المترين وثلاث أرباع، مترين وثلاث أرباع. قبل ما أبدي اشتغلت بيها أي شغلة نقعتها بمي وملح. بنات، المي والملح يحافظ على قطعة القماش إنه تكش أو تصغر. تمام. هسه عندي هنا القماش هذا القطن اللي هو الكدري بالعراق يسموه. فمثل ما قلت لكم نقعته بمي وملح. ما عندك مي وملح، مي وخل، خل أبيض همين. نقعتها ونشرتها وأخليها على جنب. أبدي أشتغل هسه أنا شغلي كله بهاي القطعة، لا أقول لكم إيش راح أسوي بيها. طبعا كل اللي راح أسويه أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويا تصيب حبايبي يا تخيب، يعني يا مخربتها تمام يا ضابطة وشون ما تريد تكون راح ألبسها. أول شي قلبتها هسه مثل ما شفتوا على القفا. أبدي إيش أسوي؟ أبدي أفك كل الدرزات، طبعا أحتفظ بيها هاي لعل وعسى يوم من الأيام واحد يضعف، يعني ما أعرف أعرضها، يجوز أسوي لها قطعة وألبسها، لأن كلش حبيت قماشها. فأبدي أسوي أقص. طبعا أراعي القص وأراعي هاي أول شي منه. أول شي أمشي وين ماكو قص. ميت على إني أتعلم خياطة، يعني أريد، ما أعرف شلون أريد أتعلم خياطة. شوفوا هنا أنا صارت عندي هاي أول قطعة، وكلها نفس الحالة. وهنا أنا فصلت الدشداشة، صارت كمين الردانين وصدر، هذا الصدر وهاي الظهر. هسه على هاي الأساس راح أفصلها. راح أجيب القماش مثل ما قلت لكم، أنا القماش منقعته بمي وملح على مود لياخذ بالغسل. يعني هنا عندي أنا القماش تقريبا ثلاث أمتار تقريبا، يعني هو مو 3 أمتار، 3 أمتار إلا شوية. تمام.
شوفوا طبعا ما كفاني المكان على الطاولة، قعدت حطيت القماش دا أفرشه وجتي عافت كل البيت، اجتي على المكان هنا. قومي. المهم هسه أرتب القطع مثل ما أريد طبعا، وأني حرة أريد أكبر أريد أصغر هسه أراويكم. وهنا أنا حبايب صفطت القماش هذا اللي أنا أريد أقص عليه، تمام. طبعا راح أعطيها من هنا عرض، راح يعني أبدي أعرض تقريبا 4 أو 5 أصابع على مود تجي على قدي مريحة وأرتاح بلبسها، تمام. فراح أنطيها من كل الاتجاهات، راح أعطيها عرض، تمام. طبعا راح أخلي القطعة الثانية هسه أراويكم. وهنا حطيت الكمام، حطيت هنا كم، وهذا الصدر، هذا الظهر، وحطيت الكم الثاني هنا، تمام. هسه أبدي أقصهن. طبعا راح مثل ما قلت لكم راح أعرض وأبدي أراويكم بالخطوات، يعني مجرد الكل اللي راح أسويه راح أقص على هاي، يعني مثل هاي عندي صارت قالب. شو وقت ما يعجبني أخيط نفس القماش، بس أغير مثلا بالموديل أغير، بس هي هاي المبدأ، هو أنا أحب هاي اللي هي يسمون الكم الرياضي. يا رب تضبط يا رب تنجح عندي، لأن أول مرة بحياتي يعني أطبق هيك شيء أو أفتق وأخيط عليه. يا رب تطلع حلوة ومرتبة. الغاية من هذا كله إنه نتعلم الخياطة شلون ما كان، لأن الخياطة حلوة وتوفر على الواحد هواية أمور. عندك قطعة قماش، عندك بردة قديمة، عندك أي قماش حلو عاجبك تخليه تستفيدين منه تعيدين تدويره. ماكو أحلى من الخياطة بالمختصر. فإن شاء الله تضبط وراح أقصها وأرجع لكم. هسه راح أبدي أتقل هاي المنانة الأكمام، واللي من عند الكتف أثنيها، تمام. بسم الله. أبدي أثنيها. وأثني الجزء هذا اللي من عند اللي يكون نص كم هذا، هالشكل. طبعا محتاسة طبعا هنا أنا كنت دا أخيط وكان هو مدى يسجل، فراح من عندي تقريبا مقطع كامل ما قدرت أراوي لكم إياه. المهم اتخيطت، وطبعا عندي بيها كوم أغلاط، بس يعني مرة على مرة إن شاء الله حضبطها. راح أسوي وياكم، يعني عندي كذا وحدة راح كلها أسويها إلى أن أتعلم بسهولة أخيطها، لأن كومة فتقت وكومة عدت. عندي هنا أنا مثلا هاي تختلف عن الجهة هاي. حطيت طبعا ركبت الكم أول مرة، وبعدين الظهر والصدر، وبالأخير تقلتها من الجنب، وبالأخير آخر شي حطيت لها الدرزة الأخيرة هاي اللي هي مال حافة، تمام. كلش حلوة طلعت باللبس وباردة، يعني ما أقدر أقول لكم شنو قد باردة. طبعا أول شي ركبت الكتاف مالت الصدر. طبعا هنا أنا سويت لها هذني، ما أعرف إذا دا تشوفوهن، سويت لها مثل
كشكشة بسيطة هيجي، أو مو كشكشة، شي يسموها كسرات سويت لها. وركبت الجهة ركبت أول مرة الظهر، وبعدين جيت ركبت الصدر، تمام. وسويت الجناب اللي هم منا ومنا، طبعا كلية على القفا اشتغلتها وبعدين قلبتها. كلش حلوة وعجبتني، وإن شاء الله راح عندي تقريبا دشداشتين بعد، بس غير نمط عن هاي، تختلف يعني. همين راح أفتقها وراح أفصلها وياكم إن شاء الله، إلى أن أتعلم أسوي أني الحاجة بنفسي وأوفر على نفسي، لأن عندي كوم قماشات حلوة، فراح أستثمرها كليتها إن شاء الله. كل شي راح أصوره، راح يعني كل شي راح أخيطه راح أصوره وياكم. أتمنى يعني انطيت لكم فكرة حلوة واستفاديتوا منها. تقدرون يعني أنا ردت أوصل لكم إنه نقدر نفتق حاجة ونخيط عليها. طبعا باوعت، خليت القطع هذا نيتشة قدامي ودا أباوع شلون هم مخيطين، وطبعا استشارت أبونا زوجي بالأشياء هاي، همين هو علمني. أتمنى إذا عجبكم الفيديو يا رب تعطوني لايك وتدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم، تعليق حلو، وأشوفكم بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.